مساء الخير يا مستر، ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا دايما بسمع عن موضوع الايديومز ده، ممكن تفهمنا ايه هو او تكلمنا عنه شويه؟ الإيديومز هي مجموعة من الكلمات عموما اللي ممكن تدي معنى مش حرفي. يعني لما أقول أنا فوق القمر وأجي أكتبها كده على جوجل هتبقى I am over the moon، هي مش معناها أنا فوق القمر، أنا معناها فرحان جدا. زي لما أقول I'm on the fence، يعني أنا محتار إلى آخره. طب انا لو عايز اقول حاجه زي انا ربنا نجاني من مصيبه مثلا، يعني اقولها ازاي؟ ده جميل جدا، ممكن تقول I dodged the bullet. طب انا لو عايز اقول حاجه زي ده شيء عادي او في منه كتير، يعني اقولها ازاي؟ والله لو بتتكلم على حاجة عايز تقول دي مملة وعادي خالص، ممكن تقول basic، يعني this restaurant is basic. وبرضه ممكن تقول it's a dime a dozen، يعني دي حاجة رخيصة أو في منها كتير قوي. طب اوكي، لو انا في موقف او في موضوع وعايز اقول ان الموضوع ده حصل قدامي قبل كده او ده شيء مش غريب عليا. انت بتقول it's a déjà vu، يعني déjà vu هي كلمة فرنسية معناها رؤية مسبقة أو أنا شفت الحاجة دي قبل كده. انا لو عايز اقول لحد اخلص او عايز خلاصة الموضوع، عايز الزتونة من الاخر، اقولها ازاي؟ هقول له يعني get to the point أو chop chop، يعني انجز واخلص بسرعة. ولكن لو أنا عايز أقول لك هدي خلاصة الموضوع بقول لك in a nutshell. اوكي، انا لو في الشغل مثلا ومشغول جدا جدا، يعني اقولها ازاي بطريقة شيك؟ أنا مشغول جدا very busy. تسمع كتير يقول لك بلاش كلمة very مع الكلمات لأن في كلمات أفضل منها وأحسن. ممكن تقول I'm swamped على طول. اوكي، شكرا لك يا مستر قوي. العفو.